السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ بقى معلش، نزلت الصبح بدري، جبت المنظفات بتاعتي، قلت أعرضها معاكم. جبت واحد شاور 3 لتر. ما بستعملش غير اللون ده، اللون ده أحلى من البنفسجي. أنا كنت جايبة البنفسجي المرة اللي فاتت بس مكانش حلو، ريحة ده أقوى ريحة. فريدة، وبعدين فريدة مش عاجبني قوي، بس اهو شغال. جايباه 3 لتر ب250، هيكفي معايا يجي شهرين 3 كمان. ده شاور فريدة 3 لتر. جبت واحد شامبو تريزمير ده، جبت الشامبو والبلسم. انا ساعات بستخدمه بدل الفيز، بيمشي مع شعري يعني. جبت الاتنين ب200 عرض يعني. طبعا انتوا عارفين انا بجيب منين؟ بجيب من مجدي بتاع المنظفات، ارخص واحد عندنا جملة صراحة. اهو ده بلسم وده شامبو، هيكفيني برضو مع بقية الحاجة. هيكفي شهر وي كمان. وجبت تاني؟ جبت اتنين، لا واحدة لهلوبة. جبت اللهلوبة دي عاملة 35 جنيه، دي الوسط. الكبيرة قوي ب50، بس ما لقيتهاش صراحة. انا لو لقيتها كنت جبتها. دي ب35 جنيه الوسط. جبت الفاميليا بصوا قال لي قال لي في فاميليا ب22 جنيه. ماشي، بس ما بتبقى 550، ودي ب25 جنيه، ب650 منديل. قلت له هات الكبيرة المرة دي، يعني دي اكبر، دي 650 منديل. الواحدة ب25، كلها جايباها ب75. جبت بالمرز، كنت محتاجاه ضروري، ب120 جنيه. انا ما بنستعملش غير البالمرز الصفيح ده، ده الاصلي، وده انضف نوع من البالمرز. انضف حاجه، انضف من الزجاج، وانضف من التاني، وانضف من اللي هو زي الامبول ده انضف واحد. ده جايباه ب120، والله بره ب150 فعلا، يعني 30 جنيه فرق، فحلو. ده ب120. جبت البخور ده، مش عارفه البخور ده عمال يغلى ليه. جبت واحدة ب60 جنيه، انا كنت جايباها الشهر اللي فات ب55. يلا خير، مش مشكلة. بس انا بستعملش غير ارابيسك، وده نوع تاني بس اهو قال لي حلو. نفس السعر برضو، ارابيسك بقى 60 برضو. وجبت المفرش ده، كنت محتاجاه للسمك، سوري يعني للزفارة، حاجات للزفارة. هنزله تحت. ده ب25 جنيه، مفرش للسفرة. وجبت ال5 بريكس، الكيس ب2 جنيه. زي ما انتوا عارفين انا كنت هجيب 4 زي ما احنا بنجيب، قال لي خدي واحد كمان ويبقى ب10 جنيه. جبت 5 ب10 جنيه. وجبت المناديل الجيب دي، جبت زينة المرة دي، لازم كل شهر في الشتاء اساسي المناديل. جبتها ب15 جنيه جملة، بره ب20 جنيه والله يا بنات. جبت تاني؟ الليفة دي طلعت الأصلية اللي عند مجدي، لو عايزة تاخديها سكرين اهي. وبصوا بتبقى سمكها اكبر، وبتبقى 2 بس يا بنات. بجد هي دي يعني خلاص استقريت على ان انا اجيب من دي. جبت من دي، دي ب13 جنيه. ماشي. وجبت الكومفورت ده عشان بقى الملابس بتاعت زوجي يبقى ريحتها حلوه، لان بحب الكومفورت قوي قوي، اكتر من في الفيتا كمان. لقيت عنده عرض الاتنين، بتاع ده 4 في 1، الاتنين ب50 جنيه. حلو. قلت اجيب اتنين، يعني اظبط مرة احط دوت ومرة احط في الفيتا، مفيش مشكلة. بس اهم حاجة ما تحطيش كومفورت على في الفيتا او اي نوع تاني، لان
المادة المؤكسدة هتأكسد مع بعض. بس وجبت ايه تاني؟ جبت المسواك ده. جبت الكبير برضه مش كبير والله، يعني هو جايباه ب38 جنيه، حلو مش وحش. دي الحاجات اللي انا محتاجاها الشهر ده عشان تقضي معايا كده ايه، نزق كده مع بعض الدنيا. جيبي برضو انتي اللي تحتاجيه، ويا رب يملى بيوتكم بالعمار والخير وراحة البال، اللهم امين يا رب العالمين. يلا باي، في حفظ الله يا بنات. كملوا معايا بقية الفيديو. نبدأ بقى فقرة الغدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طلعت الحلة الكبيرة، يبقى هنعمل ايه؟ نعمل بط. يا رب زيد وبارك، اللهم امين يا رب العالمين. حطيت انا غلطتي ان انا حطيت الحلة على النار على طول. ورق اللورة حروق مني شوية، مفيش مشكلة. بس كان يعني البطاية ما عملتش حاجة، يعني ما فيهاش حاجة بصراحة. حطيت ورق لورة وقرفة، عيدان قرفة. بجد كل اللي كل منها ألف هنا وشفا على قلبهم، قالوا تحفة ومفيهاش ريحة زفارة خالص. بجد كانت تحفة، بس هي مشكلتها كانت كبيرة شوية. يلا ألف هنا وشفا على قلبهم. فقعدت يومين بقى. بصوا بقى، لو ولعت النار عليها وسبتها شوية، يعني على ما اجيب البصلة واجيب الطماطمايه وكده، فاهميني. حطيتها بقى على النار وجبت البصلايه وجبت الطماطمايه، شوحتهم شوية ورحت نازلة بايه، بالبطايه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايه يا بنات، مبقاش فيه تفاعل في الفيديوهات ليه؟ ينفع؟ مينفعش. يلا بقى اشتغلوا معايا كده، وحبة تركات حلوة كده. لسه كمان احنا علقنا زينة رمضان وصورتها، بس لسه في حبة تشطيبات برا بقى، برا البيت لسه ما خلصناهاش. عايزة تتعلق وكده. بس اما اعلقها بقى هعمل لكم جولة في البيت كله، وهو ايه، في زينة رمضان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ينفع البطاية من غير ورق عنب؟ اهم حاجة. حطيت مية في الحلة الصغيرة دي ورحت معلقة عليها عشان اعمل ايه، نعمل بطاية وورق عنب. ينفع البط من غير محشي؟ ينفعش. حشيت نفس الحلة دي صراحة، يعني حشيتها. وبرضو والله يا بنات فاض، يعني هو فاضش كتير، فاض كام صباع كده، فاض نص البطاية. ألف هنا وشفا على قلبهم يا رب. فيعني حاجة حاجة معاكم اهي. شوفوا عاملاه ببطء بطيء اهو، ماشي. عشان الناس اللي بتقول بتسرعي ومش بتسرعي، مش مسرعه اهو. بس انا والله بسرع يا بنات لهدف ان انا بوصل لكم اليوم كله بتاعي. البطايه بجد ما خدتش سوا، انا ببص لقيتها اتهرت، مش استوت كمان، كانت خلاص، كانت داخله بجد على ان هي تفصل عن بعضها. لحقتها يعني ها. وكمان حطيتها في القلايه، فالقلايه ايه، ظبطتها شويه، مسكتها في نفسها كده. طلعنا كيس ورق عنب، ايه يعني، صح. الف هنا وشفا على قلبه يا رب. حطيت زيت وحطيت كمون عشان يبقى جميل كده وحلو. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اوعوا يا بنات تنسوني في اللايك، انتوا بقيتوا تنسوني ليه وبقيتوش تتفاعلوا بالفيديوهات؟ كمان لايك كده وكومنت حلو منك كده. وايه رأيكم في يميش رمضان بقى اللي احنا جبناه الفيديو اللي قبل ده؟ ايه رأيكم فيه؟ بصوا بصوا، خلص ورق العنب. لازم قبل ما تدلقي مية في العين او في الحوض تقولي ايه، بسم الله.
طبعا انا لازم اسمي. بصوا هسيبه بقى يتصفى، وهغسل دي كويس. هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها خلطة، خلطة بتاعت ايه المحشي. وفاض طبق صغير كده من الخلطة، قلت مش مشكلة ان اقضي بيه تاني يوم. وعملت تاني يوم جبت ايه، رحنا السوق بقى وظبطنا الدنيا، بقى الدنيا وايه. جبت برضو ايه، جبت ايه يا ربي، جبت محشي برضو. وقلت ايه، بقيت الخلطة تاني يوم ايه نمشي بيها. صح. انا بقى ايه هظبط الدنيا بعد كده. الكيس ورق العنب ياخد قد ايه؟ خليكي شطورة كده عشان ما يبقاش كام يوم محشي كده، فاهميني؟ اكيد انتوا فاهميني. بس بجد انا لو عملت الخلطة دي فيما بعد، يعني في رمضان وكده، ما كده كده انا بحب المحشي معاه ايه، معاه صباعين 3 كده ايه، ممبار. بحب اعمل كده، بحب اعمل المحشي مع ممبار. فيعني كانت يا دوبك، يعني لو كنت طلعت ممبار كانت يا دوبك. يلا بقى تشجعي كده، ايه الفيديوهات ما بقتش تشجعكوا ولا ايه؟ ده لسه الزينة، هنعمل حبة حاجات جامدة. متشوقة جدا 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 للفيديو بتاع الجولة في البيت ده بقى، وهو في ايه زينة رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. كل ايام ربنا جميلة وحلوة، بس بجد احلى بهجة انا بحبها البهجة بتاعت رمضان دي بقى. يعني إيه، رمضان يعني بجد هو كل ايام ربنا حلوة وكل حاجة، بس تنظيفات رمضان وبهجة رمضان بقى وكده بيبقى ايام جميلة كده، ايام مباركة. ونقعد بقى كلنا نتلم بقى كده. بصوا بقى ده انا، بصوا شفتوا الغسيل اللي انا غسلته قد ايه؟ طلعت نشرته بالليل والله يا بنات. وضبط الدنيا، بس الصراحة ما قنصتش بالمكنسة. وضبط الدنيا آه وغسلت ونشرت كل الغسيل ده، وكمان عملت محشي. استغليت بقى ان انا قاعدة لوحدي، قلت بقى ايه اظبط الدنيا حواليا كده، وما اخليش حاجة ايه حواليا مش مظبوطة. ثبت الغسيل كمان كان مليان، فقلت ايه وانا واقفة بعمل المحشي ايه اخد كام دورة كده. اليوم اللي بيبقى فيه شغل ده بيبقى يوم بركة وجميل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا بنات كمان، وكمان نزلت تحت بعد ما نشرت، نزلت تحت مسحت قدام البيت. خدت اللي هو كان يوم الاثنين بقى ده طبعا، فخدته ايه مسحت كمان. بس عايزه اقول لكم تاني يوم بقى كان عندي طبعا خلطه محشي، وكان عندي بط، وكان عندي ايه فرخه كمان. فقلت ايه كده تمام قوي، يا دوبك ايه هروح السوق واجيب احشي وخلاص على كده. بس يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. طلع برضو في ضغط شغل، وهتشوفوه في الفيديو اللي بعد ده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا يا بنات انا حطيت جوز الطيب بسيط في البط علشان ما تطلعش زفرة. وبصي بقى في البط، يعني دي نصيحة مني ليكي. عارفة لو نص ليمونة كده حطيها في الشوربة فيها نفسها، في البطاية نفسها من جوه كده ايه فاهميني؟ يعني جواها نص نص بس واحد ليمون. حطيها جواها وهي بتتعمل على النار، فاهميني؟ قشر او ليمون عادي، يعني الاتنين واحد يغلي كده معاه. وعملت بقى تركاية جامدة. فاكرين الطبق بتاع امبارح بتاع الفيديو اللي فات، طبق الايه اللحمة المفرومة اللي كان فايض؟ قلت هسيبه كده. تعالى رحت عاملة ايه
ورق عنب باللحمة المفرومة، وجامد جامد 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 بجد. انا بقى زوجي كان قال لي ايه بقى، كنت حشيتي بقى كمان البطايه بالايه، بالورق العنب. راحت عليا دي، نسيت. بس الف هنا وشفا على القلبهم، بس كان طعمه حلو طبعا. شوفي بقى لما تحطي لحمه مفرومه في ورق العنب، ياه. بس نسيت احط بقى يا بنات وانا بعمل، المفروض بقى احط تحتيه. انا ما كانش عندي طماطم، كنت بفضي بقى التلاجة عشان تاني يوم هنروح ايه السوق ان شاء الله. فايه كنت ما عنديش طماطم، فرحت حاطه بصله بس، ونسيت كمان احط ايه، ورق العنب بيحب الليمون، نسيت. وعندي كمان وعندي صويا صوص، دبس رمان قصدي، وما حطيتهاش يعني، كمان نسيت. بس قلت خير، بس طلع طعمه تحفه. قعدت احشي بقى مع نفسي بره. طبعا انتوا عارفين خلطه المحشي يعني، مش محتاجين اقولها. ورحت واخده بعضي وخدتكم معايا بقى، بس مش عارفه بقى بالليل كده، يعني جو ليل، فمش عارفة الفيديو هيعجبكم ولا لا. اتمنى لو ما عجبكيش او في اي تعليق، حتى والله يا بنات، حتى لو بالسلبي قولهولي وانا هعمله يعني، فاهميني. انا كده كده ما بحبش اصور بالليل فوق، لان هو في نور، بس النور في السطح بتاعي مش جاي لبره، فاهميني. فايه قلت اخدكم معايا برضو، وشوفوا لو الاضاءة ما عجبتكوش لما اجي انشر بالليل تاني مش هعملها. نشرت بقى هنا الالوان والفواتح كلها، ونشرت الناحية التانية عايزاكم الله الأحذية والشرابات والحاجات ديت، وايه، والاسمر. قلت بقى ايه، ما بديهاش. خلصت وتاني يوم بقى طبعا هنشيل بقى الغسيل بقى وكده. بس الشمس كانت جميلة بقى لها كام يوم بصراحة، والجو حر قوي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معذرة يا بنات بقى عايزين نرجع لنشاطنا بقى وحيويتنا تاني. بس بجد أنا لما بحط كل يوم فيديو بلاقي ال يعني آخر الشهر البتاع بتخلص مني الباقة، فما بعرفش احط لكم فيديوهات تاني، فاهميني. هي دي مشكلتي مع الفيديوهات، فربنا يسهلها، كله خير من عند ربنا. بصوا الاضاءة اهي بدأت تظهر، بدأت تفتح بقى. بصوا بقى، حطيت السروبيتا، نشرت بقية الفواتح قدام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم صلى الله عليه وسلم. مين بيصوم بقى ومين ايه، مش هنشجع بعض على الصيام ولا ايه؟ يلا بقى نرجع نصوم تاني كده والدنيا تفوق معانا. بصوا الغامق اهو والفاتح اهو، بس مش عارفه الكاميرا بقى، معلش حقكوا عليا. انا حاسه ان انا مش هصور تاني نزلنا بقى اليوم ده يعني، الله حلوه حلوه بقى. فوانيس بقى دي حاجات فوق بس يا بنات. فرشت معاكم كام طبق فوق جدا. الفيديو هيبقى جامد بتاع التعليق الزينة ده. طلعت ده المصحف وده الايه البتاع، فرشت دي. انا بديكم مقتطفات مع يعني، مش ده بس اللي انا عملته لسه. دي بقى الايه القعدة اللي احنا بنقعدها على طول وبناكل هنا. هشيل برضو ده المفرش وهحط مفرش ايه، مفرش بتاع رمضان. كل ده بقى شوفوا انا بقى يعني عملت الغسيل وثبت الغسيل، مش عايزة اقول لكم
بيصرخ كده، بيصرخ بيقول الحقيني انقذيني انقذيني. يلا كل حاجة هتخلص ان شاء الله بإذن الله. ما غسلتش والله يا بنات بقالي كام يوم، فالمشكلة الغسيل بقى اوفر. دي المبخرة بتاعت رمضان، بس ما بخرش بيها بصراحة، عايزة البتاع اللي هو اللي عامل زي القرطاس ده. طلعت القلم والبتاع بتاعتي اللي بعلم بيها، والهدية القمر دي من ميس إسراء، الميس بتاعت البنات، عسل. وبكده الفيديو خلص، باي، في حفظ الله.